لا كان اكل معاك اكل قراد بالبودره قراد بالبودره. نعم. وكان اشرب معاك اشرب دبكسين بودره. قال لا قبل شويه خليتيني زايد عرب لا بودره. خدت يدك تلطف فيه السدره. والله شكرا لك يا اخونا عبد الله. ولنا عبد الله ده اخونا ذكرنا يعني طرق باب شاعر، وانا ده برضه اطلب لكم باب شاعر جديد. اخونا احمد ابراهيم طبعا كان من يوم من الايام زمن الوالي بيعمل له الفلكلور والرقصات الشعبيه. قالوا في المرغوره هنا كان جاء الوالي وناس المحليه قاموا طبعا جابوا الناس بالشارك في الاحتفال وكده، فمن ضمنهم جو اهلنا الجنوبيين ديل نزال ده. فواحد من بنات الحفل بالرقصه فيهن بيت اسمها نيان. فواحد من اولاد البلد يعني قال لي احمد، قال لي يا اخي تعال غني لي فوق البيت دي. احمد قال لي هذول البيت دي جنوبيه ولا زنداويه، وانا لك فوق يقول شنو من شعرها من لونها ما عندها ولا ما حي قال فيها ما في. وبعدين كان قلت اقول انت كذوب يعني ما صادق انا في جنوبيه ما في حتى شكل. قالوا لما احمد جا وقف فيه صف ولقى البيت بتردح ردحي بس زي مهر العين المخلوقه على زناد بس حلوه بس. والبيت رقاصه وزنداويه وجميله جمال فعلا بدعه، لكن للاسف شعر ما طبعا. فقالوا احمد لما جاء قال لي والله البنت فعلا سمحه تستحق الشكر، لكن المدخل شنو؟ قال المدخل اسعى الجنوبي ده يوريك اسمه. قال لي يا باشا السلام عليكم. قال عليكم السلام. يا اخي اسمه قال لي اسمي عنيان. عنيان كيف حالك؟ احمد بنت بترقص اسمه قال لي اسمها قال لي اسمي نورمور. معلش الجنوبي قال له اسمه شنو؟ قال لي اسمي نورمور. البنت بترقص دي اسمها نورمور قال لي اسمها عنيان. احمد على وزن عنيان بدا القصيده، قال دارت عليه الحللان ضربوا له المعازف وسوت الوللان، مسوت الجنوب زاهيه في ريعك ين نفس قعود عطر للفراغ والفن. ساعته عمر اجاب قال لي اسمها انين جواها لقدين كفيل بلد الجنوب الرنج. صوت الكاس مع الدردل بيسوي طرنج وعندها بالشراب دبلوم قديم. قال رقص الزنجيات اوكي ريحه المنك وتكسر قزاز قلبي رميته كرنج. عشاق قرهوم قال الدخول بالشنك وراضين للهلاك ربطوا الحبال في العنق. اجمل في الكلور شعبي ووقفنا امام تايهم بالجموع بالفرحه لا مكرنج. والله طبعا صعب. بعدين من الطرائف في ام الغرة انا زال كان ابوي طالب بي ابو العريس كنا يوم من الايام قاعدين ومسلمنا في جبنه في قهوه ام الغرة ديل، فجات واحده من بنات المحليه ديل النوع الشاي الدفتر كذا ذاك يعني. فاحمد قال لي يا احمد غني في البيت دي ما سامحه. قلت له يا والله احمد انت طبعا طرقت الباب اغني انت. قال لي خلاص انا بغني لك. احمد ابراهيم الحاج امام شريف الدكتور. فعنده طرائف كثيره طبعا احمد. فقال بدا قال لي جات مرقه العصر شايله القلم والبيبر مسكتني برد والثانيه جاتني الفيبر فكل البنات غدرها دايم كيبر ومتبع جميع خطواتها بالريسيفر. انا قلت له جات مرقه العصر تقدر معاها بريبر وفرقا شتى ما بين الاتس والتيبر ممكون بالغرام والطعن جوا الليفر وما يهار في العذاب حيعيش معاك فور ايفر. ايوه اللي دارس في العلوم يونيفرسيتي تكنيشن وجيت داخل عليه قال لي نو ادميشن منور وشه يشبه شاشه التلفزيون جافاني ورحل من غير سبب اوكيشن. انا قلت له ليل الحبيب عامل معي سبريشن ومن دون بروتوكول صادفني جنب ستيشن اسهام منه طار اللي قلوبنا منيشن طاووس الجمال يحيى وايامه يعيشن. هو قال لي في خده الاسير سحر الجمال والواين عمره هنين سري اسقط له ضافه ناين اول نظره منه صبحت فاقد الماين طاووس الجمال دره والهك صاين. انا قلت له في الاوصاف تقول حوريه فك جناين وعودك رمى للرمان وفرعك لاين شوقي كشعل النيران بهر وكماين سهم العين سليم منع العشوق ما يعاين. لا دي دم اخونا احمد. الطرفه الثانيه لاخونا احمد ابراهيم عليه رحمه الله طبعا كان في مستشفى طنبول وهو طبعا مساعد طبي.
فليه اخونا الدكتور الماسك المستشفى عموما كده دكتور جيمس جنوبي. فاحمد طبعا الجماعه زي قاعدتنا دي كده بنلموا فوق عشان يسمعونا الشعر ويسمعونا الجديد من الشعر وكده يعني. بالذات احنا اسطنبول دي طبعا متعشقين جدا للادب الشعبي ده. قالوا دكتور جيمس قال انتوا جماعه من لمين ذاك شنو؟ قالوا يا جماعه دي مع احمد ابراهيم، احمد ابراهيم ذو الشاعر وبقول الشعر والعرب دول بيحبوا الشعر. قاعدين معاه ويستمعوا. قال لي تعال تعال. انت هسه قايل وحدك تقول شعر، انا هسه دكتور جيمس ده ما ممكن اقول شعر. قال لي قول يا دكتور جيمس. دكتور جيمس بدا يغني. قال له العربي تلقى راسه متاول. كلام كان ما قالوا لي يشيل يتناول. والله يا غنى انا بعتبره انه غنى. دكتور جيمس اللحظه اللي بيتكلم دي اللحظه اللي بيتكلم فيها شايل لي يعني هنا الكوره بتاعت المجنجر بالمعلق كده بياكل فيها. احمد قال لي خلاص دكتور جيمس قضيت؟ قال لي قضيت. احمد قال لي لعب تلقى راسه مزنقر مخه بليد ورايه عنيد وقرده مصنقر. شدة ما قال العرفة ودماغه مدنقر يسيب المانجا والاناناس ياكل مجنقر. لا لا قصيدة ما يرد عاجل لكن فالطرائف كثيرة طبعا في الشعر. يعني من ضمنهم ثاني اذكر لك يعني قصة هيبات اللي قبيل فرقناها ما يظن ما كملناها والله اعلم. فقلنا قبيل هيبات بالقضيس وعابدة طبعا هنا اخوات يعني